وجدتها. اللقا أصل الحكاية. أنا تعرضت لحادث سنة 83. اكتشفنا ان في تليف في الكبد. مراتي وابني الوحيد جوه اوضه العمليات، كبد ابنك في الطبق، مش هعرف اركبه في مدام إرينا. أنا إيرين ألفي سعيد، مدام الدكتور مجدي شوقي. انا مجدي شوقي متري، طبيب اسنان. مراتي إيرين ألفي، وابننا الوحيد أنطوان المعروف بتوني. أنا تعرضت لحادث سنة 83. الحادث ده كان حادث مميت. والحادث ده تسبب لي في فيروس سي في الكبد. ما كنتش أعرف لحد سنة 2002. سنة 2002 حصل لي وجع في معدتي شديد، رحت للدكتور طلب مني إن أنا أعمل سونار. عملت السونار، اتفاجئت إن أنا الكبد متليف تقريبا نصه. كان الكبد وصل لتليف ما ينفعش معاه أي علاجات، علشان كده خدنا علاجات مكملة. بعد كده سنة 2013 سافرنا في رحلة للخارج، واحنا بره جالها نزيف، دخلنا المستشفى واتعالجت علاجات خاطئة جدا سببت تلف لباقي الكبد. ابتديت في علاج الكبد سنة 2004 لحد سنة 2013. سنة 2013 سافرنا بره مصر، وأنا مسافرة حدث لي نزيف جامد جدا، ودخلت المستشفى وتعالجت غلط، وكان العلاج مش مظبوط خالص. تعرضت لمية جامدة في جسمي، ورجعت القاهرة وأنا تعبانة جدا. دخلت المستشفى، قعدت في المستشفى من سنة 2013 ل 2016 لحد في الوقت ده جالي كتير قوي مية على الكبد، وجالي كتير قوي نزيف، وجالي كتير قوي غيبوبات. كل الوقت ده واحنا بنحاول في الكبد لحد لما بقى مش نافع خالص انه يتعالج. الدكاترة كلهم قرروا انه لازم ازرع، وكان موضوع الزرع ده بالنسبة لي صعب جدا جدا جدا، لانه موضوع كبير يعني. في الوقت ده جوزي مجدي كان تعبان جدا، وكان محتار جدا، وكان مش عارف، خايف يعمل لي العملية اموت، خايف يسيبني اموت. ولما لقيت كده ظروف البيت صعبة وظروف البيت مش مريحة، في يوم وانا قاعدة وبصلي جالي فتحت التلفزيون علشان اتفرج على اجتماع. في وسط الاجتماع بصيت لقيت الخادم وهو بيوعظ بيحكي على عملية زرع الكبد. معرفش ايه اللي خلاه جاب سيرة الكبد وزرع الكبد وحكى العملية بالتفصيل. حسيت ان ربنا بيرد عليا وعلى الأسئلة الكتير اللي جوايا، فقررت ساعتها اعمل العملية. كنا بندور على مين اللي هيتبرع، بحثنا كتير لكن ما كانش في اي حد، وكانت الحالة مأساوية لدرجة كبيرة جدا. فوجئنا ان ابننا الوحيد توني جاء قال لها ماما ما حدش هيديكي غيري. ماما انا قررت ان ما حدش هيديكي غيري. انا في اليوم ده صليت جامد قوي للرب، وقلت له يا رب فعلا انا بحب ماما ومش عايزها تكون تعبانه، فانا نفسي اعمل لها حاجه تفرحها هي وبابا. وقلت للرب يا رب لو الموضوع هيبقى من ايدك وهي ماما هتشفى علشان انا اديت لها، انا موافق. لو الموضوع صعب ومش هتشفى يبقى انا من الاول ما ادالهاش. لكن انا لما اكتشفت لقيت ان ربنا قال لي لازم تديها عشان انت ابنها الوحيد، وعلشان انت بتحبها، وعلشان هي تبقى بتشفى ليك انت وبابا. فانا من الموضوع ده فكرت كويس واخدت قرار 100% ان انا اكون انا اللي بضحي لها وانا اللي بديها من الكبد بتاعي. اتفقنا على ان هو اللي هيديها بعد مشاحنات ومجادلات كثيرة، لكن هو كان مصمم ان هو اللي يديها. عملنا تحاليل، للأسف طلع التحليل غير مطابق وما ينفعش يديها.
السرطان اللي في الكبد كان لازم يتحقن بحبيبات ذهبية. رحنا المركز الطبي العالمي وهي بتاخد نقل دم ونقل صفائح دموية، لأن الصفائح كانت قليلة جدا. اكتشفت أن الفصيلة بتاعتها غير الفصيلة اللي موجودة في التقارير الطبية. اكتشفنا انه التحليل اللي كان معمول لي غلط، وانه توني ينفع يتبرع عليه. في ساعتها ما فرح جدا وكان مبسوط جدا وحاسس ان هو هيعمل حاجة كويسة عشان خاطر ماما. يوم 13/4/2016 دخلنا المستشفى. دخل توني وإيرين الساعة 5 الفجر، خرجوا من العمليات الساعة 7:15 بالليل، يعني 14 ساعة ونص. كانوا هما الاتنين جوه أوضة العمليات، ولكم أن تتخيلوا مراتي وابني الوحيد جوه أوضة العمليات في عملية محفوفة بالمخاطر، محدش يقدر يتصور إيه اللي هيحصل فيها. كان في المستشفى حوالي من 400 ل 500 واحد من الإخوة اللي معنا في الاجتماع والمؤمنين. فخرج قال لي أنا عارف إن دي الكنيسة بتاعتكم، من فضلك خليهم يصلوا، لأن العملية فيها مخاطر جامة وما أقدرش أقول لك هي إيه بالظبط، لكن خليهم يصلوا، لأن كبد ابنك في الطبق مش هعرف أركبه في مدام إيرين ولا لا. صلينا. بعد الساعة 5 طلع قال لي الحمد لله إن العملية تمت والأمور كويسة. بعد 3 أشهر عرفت منه إنه اللي حصل إن كان في توقف في عضلة القلب، وكانوا بيعملوا سونار من الأسوفجاس أو المريء على القلب علشان يظبطوا الدنيا. الحمد لله خرجت من العملية، وأنا رجعت البيت الساعة 12 بالليل. طبعا ما عرفتش أنام. تاني يوم الصبح رحت المستشفى. حصلوا حاجتين في منتهى الغرابة. الحاجة الأولانية إن توني داخل عمليات تاني لأنه في نزيف حوالين الكبد، ودخل العملية الساعة 11، خرج الساعة 4. وإيرين نزلت لها في الرعاية الساعة 12 الظهر، لقيت حوالي 20 دكتور وأجهزة كتير. جالها مرض اسمه TTP أو ثرومبوتيك ثرومبوسايتوبينيا بيربورا. ده مرض نادر بيجي 1 في المليون، ونسبة النجاة منه 10%. والمرض ده علاجه صعب جدا، بيتعالج بحاجة اسمها بلازما فارسز أو غسيل البلازما. عملت 15 جلسة وبعدين رجع لها تاني وعملت 18 جلسة، وكل الدكاترة كانوا مجمعين ان الحالة هوبلس كيس ومفيش امل في نجاتها. لكن انا كنت متمسك بالرب انه هو اللي هيقدر يشفيها ويقدر يتدخل، لانه هو صاحب المعجزات. المرض ده بيعمل جلطات في حتة وبيعمل سيولة في حتة، وكان علاجه الوحيد الغسيل بتاع البلازما، وكانت جلسة غسيل البلازما بتبقى صعبة جدا. كنت بخرج منها محبطة إلى أقصى درجة، وما عملتش جلسة ولا 2، أنا عملت 33 جلسة في الموضوع ده. عملت 15 وخرجت من المستشفى، ورجعت بعد كده عملت 18 جلسة تاني. فكل الحاجات دي كانت بالنسبة لي محبطة جدا جدا. لكن بعد كده تعرضت لانسداد في القناة المرارية، والقناة المرارية دي عادي لأنه إحنا بنزرع من متبرع حي، فالقناة المرارية بتبقى ضيقة شوية، فبعض الأحيان بتتسد وعايزة مجرد منظار تتسلك بيه. حاولوا يعملوا مناظير وعملوا أشعة وعملوا رانديفو وعملوا أشعة تداخلية، لكن مفيش فايدة. كانت القناة مش عايزة تتفتح خالص، علشان كده حطوا لها درنقة خارجية. قعدت حوالي 4 أشهر في جنبها، وبعد كده اضطرينا نعمل عملية زرع قناة مرارية يوم 27/12/2016. في الليلة دي وأنا قاعد في المستشفى معاها، هي كانت مريحة شوية، الرب ظهر ليا واتكلم معايا، وأنا كنت محبط جدا وبقول يا رب بعد كل ده ولسه الدنيا هنعمل عملية تاني وعملية كبيرة تاني، طب إيه الحل يعني يا رب؟ الرب ظهر ليا وقال لي مجدي اركب العربية. الكلام ده وأنا قاعد في الأوضة. ركبت العربية، كان في رمل وزلط بيغطي كاوتش العربية لغاية البيبان، وجبل شمال العربية وجبل يمين العربية وجبل في وش كبير قوي في وش العربية، والعربية مش هتنفع تتحرك خالص. الكلام ده وأنا قاعد في الأوضة، لكن أنا كنت صاحي ما كنتش نايم. فحسيت بصوت بيقول لي مجدي دي سكة إيرين. قلت له طب يا رب وبعدين العربية مش هتمشي، لازم أجيب مرشدير. قال لي لا، لو جبت مرشدير العربية هتغرس. قلت له طب يا رب ما فيش حل غير إني أركب مروحة للعربية والعربية تطير. فعلا لقيت مروحة فوق سقف العربية بتلف. الكلام اللي بحكيه لكم ده كأني شايفه دلوقتي. لقيت مروحة فوق سقف العربية بتلف
والعربية اترفعت لفوق حوالي 5 سنتي، وبعدين لقيت ايد اتحطت فوق سقف العربية دست عليها وقال لي لا العربية مش هتطير، انزل انت وسيبني انا اسوق. فتحت الباب، ركبت من الناحية التانية، لقيت ايد اتحطت على دركسيون العربية وخرج منها نور شق الجبل اللي في وش العربية، والعربية دخلت في طريق واسع ممهد منور طويل. قال لي هي دي سكة قرين، صح قرين، وثق في اللي انا قلته لك. وفعلا حسيت بإيد الرب اللي بتعمل عجايب، واللي له في الموت أكثر من مخرج، وإله رابع فظيع الذي يستطيع أن يأتي مشيا على الماء قائلا أنا هو لا تخف. الرب دخلها العملية وعملت العملية وزرعت القناة المرارية، وبعد كده جالها سبتسيميا. السبتسيميا ده تسمم دموي، وكانت بتاخد 6 مضادات حيوية في وقت واحد، والكلى وقفت، لكن نشكر الرب اتمجد وشفاها وطلعت من العملية بخير وسلام. بعد كده جالها فتق وعملت شبكة غطت بطنها كلها. بعد كده جالها فتق تاني وعملت عملية تاني. بعد كده جالها انسداد في الشريان الكبدي أو الوريد الكبدي، وكان لازم تركب دعامة، وحطت الدعامة بأشعة تداخلية والحمد لله الرب اتمجد. بعد كده كانت بتاخد دوايين من مثبطات المناعة اللي هي لازمة لعدم رفض العضو المزروع. الرب اتمجد بطريقة معجزية، والدكتور اتكلمت معاه على أساس انه نقلل الأدوية لأنها بتضعفها جدا، فقللنا دواء معين وماشية دلوقتي بدواء واحد. ونتائج التحاليل نشكر ربنا، لسه عاملين تحاليل من حوالي 2 أسبوع، نتائج التحاليل رائعة وممتازة، والرب بيستخدم كل شيء لمجد اسمه وتتميم مقاصده في الحياة. شفت رؤية ثبتت لي كتير ان الرب كان معايا، ان هو قال لي في يوم كده كنت قاعدة وتعبانة ونفسيتي تعبانة وعمالة افكر واقول له يا رب احنا ملناش في السكة دي ومش عارفة اعمل ايه ومش عارفة اتصرف ازاي. بصيت كده لقيت روحي وانا قاعدة ساكتة كده ومش بفكر، صورة قدامي كبد سليم جدا جدا جدا. فبصيت كده وقلت له يا رب ده كبدي. بصيت لقيت الرب يسوع المسيح كده حاطط ايده على الكبد ومنزل نور عليها. يعني الكلام ده كان قبل ما اعمل العملية. الموضوع ده فرق معايا كتير، وبقيت اقول له يا رب من ضمن الاسباب اللي خلتني عملت العملية الرؤية اللي انا شفتها. بعد 2 سنين من العملية عملوا لي سونار على الكبد، فمجدي بيقول لي بصي الكبد دلوقتي بقى شكله ايه. لقيت نفس الكبد اللي ربنا ورهوني قبل ما اعمل العملية ب2 سنين. فدي كلها علامات تثبت ان ربنا كان معايا، وان عمره ما سابني، وانه تملي كان بيشجعني في وسط الظروف الصعبة اللي مضينا بيها. لكن الرب كان معانا وقواني كتير، بسبب برضو ارجع واقول وقوف مجدي معايا. مجدي كان له عامل اساسي وكبير جدا في مرضي ده. انا عمري ما كنت فاكر ان انا هتضر او ان انا مش هعرف انقذ ماما، لكن لما فكرت في الموضوع حسيت ان انا لا هساعدها، وانها تبقى معايا، وانها تبقى واقفة على رجليها وبتساعدني في الحاجات، في الكبر وفي الاجتماعات وفي الاكل وفي الشرب وفي كل حاجة. فانا حسيت ان الامر سهل مش صعب زي ما كانت الناس متوقعة. دايما الام تقول لابنها انت فلسة كبدي، لكن انا بقول لماما دلوقتي ان انت فلسة كبدي. إذا كنا بنفكر في الاختبار ده واللي حصل، بفتكر ترنيمتين كانوا دايما شغلني طول ما أنا في الوضع ده. الترنيمة الأولانية بالحكمة أنت وحدك ماسك زمام الأمر، كل القيود في يدك وأمين بطول العمر، ما بتدي إلا الخير مهما المشهد ظلام، كله بأمرك يكون وفي إيدك كل الأمور. الترنيمة التانية تخطيطك رائع لحياتنا ومش ممكن أبدا تغلط. في الواقع إذا كانت دي أروع رحلة ألم، وإذا كان الرب هو اللي بيقول لكل واحد فينا انزل انت وسيبني أنا أسوق، بشوف اللي حصل معايا ومع قرين ومع توني حاجات رائعة وغريبة جدا. بشوف الرب اللي بيمحص كتمحيص الفضة،
السايغ لما بيحط الفضة جوه الفرن بتبقى ايده على الترموستات وايده على التايمر، وما يطلعش الفضة من الفرن إلا لما يشوف صورة وشه في الفضة. وفعلا الرب إذا كان بيدخلنا الفرن لغرض إن تنطبع صورته في حياتنا ونصير أكثر شبها فيه، مش هيسيبنا نتحرق أو نتألم، لكن هيطلعنا لما نصير أكثر شبها لشخصه الكريم المبارك. بنشوف في الرب يسوع المسيح الفخار الأعظم الذي يعود ويصنع منا وعاء آخر كما يحسن في عينيه. بنشوف فيه الفنان الماهر حتى لو كانت الصورة قاتمة وخلفيتها سودة، لكن لما بيمسك بإيديه الفرشة ويبتدي يرسم خط ورا خط، لون ورا لون، لغاية ما في الآخر نجد تحفة فنية رائعة. هو اللي عملها، هو اللي نفذها، هو اللي طلعها علشان تكون شهادة لشخصه الكريم المبارك. لكن إذا كان ده الرب اللي معانا في كل خطواتنا، لكن ما أجمل وجود الإخوة معا. فعلا اختبرت في الظروف اللي مرينا فيها كلها الصديقون يكتنفونني. إذا كان الألم يميت لكن الحب يحيي. بولس لما ضربوه ورموه خارج المدينة وظنوا إنه قد مات، أحاط به الإخوة فقام معهم ودخل المدينة. فإذا كان الألم بيضغط، لكن الألم بيشكل في حياتنا، لكن حب الرب وحب المؤمنين اللي حوالينا هو اللي بيدينا طاقة للحياة. وفي الاختبار بشوف شيء رائع جدا، وهو العطاء في ابننا توني. هو اللي قال وهو اللي أصر. معرفش أنا وافقت إزاي ومعرفش إيرين وافقت إزاي، لكن هو ده الواقع. دلوقتي كبد توني وقتها كان كيلو، خدوا منه 600 جرام حطوهم في إيرين. توني 400 جرام اللي متبقين دلوقتي بقوا كيلو 100، وإيرين 600 جرام بقوا كيلو 200. وصحة توني حلوة وصحة إيرين حلوة. بعد كل اللي ربنا عمله معايا ده، ما أقدرش أقول غير أشكرك يا رب من كل قلبي على كل اللي أنت عملته معايا. الآية اللي كانت بتراودني كتير 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 وأنا تعبانة هي إني قولوا للصديق خير، إنه مهما حصل إن الرب معانا. كان تملي يقول لي ويكلمني ويقول لي ادعوني في وقت الضيق أنقذك فتمجدني. والنهاردة الرب أنقذني، والنهاردة الرب بتمجد في حياتي في كل كبيرة وصغيرة. شكرا لإلهي على كل ما عمله معايا. اللؤى أصل الحكاية.